اهلا بكل متابعين قناة السفرة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مشروب لذيذ قوي قوي، وبيتهيألي يعني ما فيش حد فينا ما بيحبهوش، وهو حمص الشام. وهنعمله بشوية حركات كده هيدينا الطعم اللي يعني زي اللي بنشربه في الشارع، يمكن احلى كمان. ودلوقتي نبدأ بسم الله ونقول مقاديرنا ايه او مكوناتنا ايه. عندي هنا في مكونات حمص الشام نص كيلو حمص شام مغسول ومنقوع. نقدر ننقعه يوم او يومين زي ما احنا عايزين، كل ما يتنقع كل ما يدينا نتيجة افضل في التسوية. وطبعا واهم حاجة واحنا نقعينه بنغير عليه المية كل ساعتين كل 3 ساعات، ما بنسيبهوش كده. عندي كمان ليمون، صلصة. الصلصة دي يا جماعة انا مش شارياها جاهزة، دي معجون طماطم انا عاملاه في البيت، طبعا احسن بكتير من اللي احنا بنشتريه جاهز. وعندي كمان شطة، بابريكا، كمون، وبصلاية مفرومة، وتوم مفروم، وملح. وطبعا مش هياخد مننا وقت خالص ان شاء الله. ودلوقتي ناخد حاجتنا ونروح نبدأ نطبخها على البوتاجاز. يلا بينا. انا دلوقتي هضيف الحمص بتاعي هنا. طبعا الميه دي نضيفه تماما، دي اخر ميه انا حطيتها له، فهضيفه كله بالميه بتاعته كده. بسم الله. شكله هيحتاج مني شويه ميه كمان، مش هنحط له ميه كتير، هنغطيه بس كده بالميه. بسم الله. ولو احتاج مننا ميه، لو الميه قصرت قوي هنزودها عادي مفيش مشكله، بس وقتها طبعا هنبقى ايه، غاليين الميه. انا هسيبه كده لحد ما يغلي، ولما يوصل للغليان هنسيبه كمان من ربع ساعه لتلت ساعه، وبعد كده هنحط عليه كل الاضافات بتاعتنا اللي احنا عايزين نحطها. بصوا معايا كده حبايبي، هو بدأ يغلي معايا، ولما بدأ يغلي بدأ يطلع ريم. بصوا عايزه يعني الريم ده لازم يتشال، انا عايزه اوريه لكم. ده الريم اللي انا طلعته من على الوش اول ما بدأ يغلي، بشيله خالص. ولو لقيت فيه اي حاجه باقيه كده برضو ايه، بشيلها معايا. وزي ما انتوا شايفين الميه بتاعتنا صافيه خالص. في الحالة دي بقى او في الوقت ده يعني هنعمل ايه، هحط عليه البصلايه المفرومه بتاعتي كده كلها. في ناس ما بيحبوش يحطوا البصل، بيلاقوا منه يعني بيحسوا ان هي قلبت شوربه. لا، هي ما تخافوش منها خالص، مش هتقلب معاكم شوربه ولا حاجه. يعني جربوا البصلايه المبشوره دي وهتاخدوا احلى طعم حمص الشام ان شاء الله يعني. وبعدين هحط معلقه صغيره من الثوم بالشكل ده بس كده. وهنضيف كمان شويه من الكمون معانا. ادي كده معلقه صغيره، معلقتين صغيرين يعني معلقه كبيره كمون. وكمان معلقه بابريكا كده برضو معلقه كبيره. ممكن احط كمان معاهم يعني سنه شطه، لان كده كده احنا هنعمل ايه، دقه وشطه. بصوا يعني ربع معلقه شطه كده بس. الملح يعني مش هضيفه دلوقتي، الملح هضيفه لما لما يستوي خالص. هنضيف ايه بقى كمان دلوقتي، معجون الطماطم اللي احنا عاملينه في البيت مش شاريينه جاهز. طيب لو ما عندناش معجون طماطم جاهز في البيت نعمل ايه، نجيب 5 6 حبات طماطم،
نفرمهم او يعني نضربهم في الخلاط ونضيفهم عليها بس كده. بصوا عايزه اوريكم القوام بتاعها، حلوه جدا جدا، وحاجه بقى يعني عاملينها احنا في البيت، ضامنينها وضامنين نظافتها وكل حاجه. ادي 3، ادي 4، ادي 5، ونقلب كده. وكمان الليمون لما عصرته هاخد كده كام قشرايه واحطهم معاه. يعني هما يا دوبك كده ايه 3 وحدات. بصوا لون الميه رائع، حلو جدا. 3 وحدات كده. احنا كده خلاص حمص الشام بتاعنا استوى. دلوقتي هنضيف الملح وبنسيبه شويه برضو تاني على النار. بس ايه زي ما قلت لكم هنشيل الليمون اللي احنا كنا حاطينه معاه ده. كنا حاطين 3 تنصاص، نشيلهم كده. ودلوقتي هنضيف الملح. طبعا الملح احنا بنضيفه بندوق، وما تحطوش طبعا ملح كتير في الاول، حطوا قليل ودوقوا، عايز ملح تاني نحط. بس انا عارفه ان ايه الملح بتاعي ده مظبوط. فدلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ جه دور الدقه والشطه، بناخد لهم من الميه دي. هناخد كده شويه هنا عشان ايه هنشتغل بيهم. بسم الله. ريحته وهميه تحفه. يعني هناخد كده. هو انا مش عامله كميه كبيره من الدقه والشطه، انتوا بقى ايه اعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. احنا بس هنقول الاساسيات بتاعتها ايه. يلا بينا. احنا هنا بقى دلوقتي هنعمل الدقه والشطه بتاعتنا، ومعانا طبعا ايه الصلصه الفظيعه دي. سوري، الصلصه ايه، ميه حمص الشام. هناخد ايه بقى هنا عندي في الكوبايتين دول. هاخد الاول معلقه كمون. هنا يعني عشان الكوبايه مش كبيره قوي، هي كفايه معلقه كمون واحده. هاجي بقى في الكوبايه التانية معلقه برضو من الشطه مليانه كده. وزي ما قلت لكم زودوا الكميات براحتكم. وهاجي هنا مع الشطه هحط كمان معلقه من البابريكا. تمام. وهحط هنا شويه من الليمون، وكمان على الشطه شويه من الليمون. وعليهم ايه بقى ميه الحمص. وهنا كمان. هنا كده دي عايزه شويه كمان، بس هنقلب كده. هزودها ميه الحمص برضه. ادي الكمون بالليمون. ريحه الدقه طلعت مش ممكن مش ممكن. بالهنا والشفا ليكم ان شاء الله. دي بس هاخدها هزودها شويه ميه كمان. بصوا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا وضبت مكاني علشان يعني نغرف مع بعض حمص الشام. وزودت طبعا هنا وهنا من ميه حمص الشام تاني. هنا اول حاجه بنعملها ان انا ايه هاخد معلقه من ده، طبعا معلقه قليله كده.
يعني 3 معالق كده حلو، ومعلقه شطه واحده. هعمل كده في كل الكاسات، سوري، في كل الكوبايات. وده كده الشكل النهائي الحمص الشام بتاعنا. خطير يا جماعه بجد، صدقوني. ان شاء الله تجربوه ويطلع احلى واحلى من ايديكم، وبالهنا والشفا. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.